السلام عليكم، أنا ياسمين ناصر. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل خاصية الجرس قبل ما تسمع الفيديو. أنا بقيت شخصية مختلفة. أنا ما كنتش كده. تفكيري اتغير. الناس السبب. طب أنا بقيت أوحش؟ ليه كل الأسئلة دي؟ ليه التفكير زيادة عن اللزوم ونبص للموضوع إنه كارثة، أو إن اللي بيحصل ده حاجة وحشة وشخصيتك اتغيرت للأسوأ والناس السبب وما بقتش زي زمان والكلام ده؟ في حاجة اسمها نضج، في حاجة اسمها التفكير اتغير للأحسن، في حاجة اسمها بقيت تشغل مخك وتبص للأمور بنظرة تانية. وده ممكن تلاقيه في أمثلة كتير. زي ايه؟ انك تلاقي نفسك مش مهتم بتفاصيل كنت بتهتم بيها قوي قبل كده، انك تلاقي نفسك بقيت اهدى وعصبيتك بقت اقل، انك تلاقي نفسك مش كل الناس بقت فارقة معاك وبقيت مكتفي بعدد معين وبس، انك تلاقي نفسك بتختار السلام النفسي وبس وبتبعد عن اي جدال او نقاش مش مفيد بدل ما تضيع وقتك فيه، انك تلاقي نفسك بقيت عاقل وتفكيرك بقى اكبر وغيره. الحاجات دي بقى وغيرها مش تغييرات وحشة، بالعكس دي كويسة ليك وهتكتشف ده مع الوقت لما تلاقي نفسك نفسيا احسن وعارف الصح من الغلط اكتر. اللي بيحصل معاك ده طبيعي، فبلاش تبص للموضوع انه مشكلة وتزعل على حالك والكلام ده كله.